اهلين وسهلين، شنو احوالكم؟ ان شاء الله راكم بالبخير. توا صايي سيدي رمضان جانا، يا فرحنا يا هنانا. ان شاء الله نكونوا بالبخير يا ربي، وان شاء الله لا نكونوا لا مفقودين ولا عنا شكون فقدنا يا ربي. ان شاء الله نكونوا بافضل الحال. الله غالب الفيديو جا روتر شويه، الله غالب الطقس خايب برشا، وانا عندي الحساسيه متاع الغبره والكل عاد تحير لي في الوقت هذايا. مالوغوزمون ما قدرتش نكمل معناتها نرجع الفيديو باش نهبطه. بورتون راه حاضر عنده يجي جمعه الفيديو، مي بقى لي هكايا حاجات في المونتاج باش نردعهم. الله غالب ما نجمتش، ما الله غالب حبطتها روتار شويه. على كل كيما تعرفوا عندي مشكله مع كوزينتي، مع الكولور الاحمر. توا بريسك 2 اني نشوف فيه، كرهت اللون هذاك. حبيت نبدل ديكور، حبيت نعملها في البلون في الجري. اول حاجه بديت بها غلفتها الفايونس هذاك الاحمر، غلفته بالبابي هذايا في الابيض، رضعت بيه. بعدش غسلت الهوت وجيت هنايا حكيت الغاز وغسلتها بالكدا. مسحتك الكونتوار. عندي بلاكار هذيا باش ننظم اللي عامله فيه المونه، هو بلاكار كبير عملتها كيما بيت المونه. باش نكمل ننظف الغاز ونمسح الكونتوار ونجي ونفرغ البلاكار نتاعي فوق الكونتوار، وباش نبدا نرصف فيه في صناديق. انايا قبل في البلاكار كنت نحط كل شيء باكوات، يعني كنت نحطهم في منظمات، كنت نحطهم باكوات معناتها باكوات نتاع فرينه، باكوات نتاع سميد، باكوات نتاع كسكسي. مي لاحظت انهم يسوسوا في فصل الباكوات، وبعدش كي تحط معناتها مثلا نقولوا الفرينه فوق بعضها والكل يدخل بعضه مع، يعني كيف نحل بلاكار ما نفهمش شنو عندي وشنو ما عنديش. برفو نبدا مزروبه مثل حاجتي بحاجه، نولي معناتها نقول نمشي ناخذها من الحانوت ولا من المجازان، اسهل لي ملي نبقى نجبد ونبربش غاديكا والكل. هيا وليت استعملت، شريت الصناديق هذوما الكاري، غسلتهم ونشفتهم بالكدا، وباش نحط فيهم كل حاجه نحطها في صندوق وحدها. معناتها باش كيف نحل بلاكار كان لقيت ستال هكايا مثال فيه السكر، راهو عندي سكر، كان لقيت ستال فارغ من غير ما نبقى نبربش في الكجورات منه راهو ما عنديش، من غير ما نبقى نلوج. انا يعني الحاجه هذه ورثت على ماما وجدتي يرحمها. قبل يعني كانت عندنا هكايا كل بيت عاملينها ظلمه شويه نتاع مونه نحطوا فيها كل شيء، سميد زيت سكر، الحاجات الاولويه معناتها اللي ما يلزمهاش تبدا ما فماش في حتى دار. يلزم معناتها كيف يبدا ما عندكش يبدا عندك اموا حتى هكايا يستل فيه حتى 5 ولا 6 كيلو فرينه ولا حاجه. سبحان الله هنا شفنا معناتها وقتها الظروف نتاع الكورونا العباد عندها الفلوس وما فماش منين تشري، معناتها لذلك ماذا بيك ديما هكايا عندك حاجه تحت راسك، ديما عندك هكايا مونتك نتاع عائلتك ونتاع صغارك ما ينحى حتى شيء. انا استعملت الصنديق هذا مثلا، هذايا حطيت فيه الكسكسي باش يصبر لي خاطر توا داخلين على طقس سخون، نحط فيه شويه فلفل كحل وشويه قرف، شويه فلفل كحل وشويه رند، هذوك ما يخلوش الحاجه تسوس. سامحوني راني عقاب قريب. كالعاده مع سميد رطب ديما نحط الفلفل كحل والقرف سامحوني والرند، وحتى القرنفل زيت راسه سمح بالكدا، ونستعمل معناتها الصناديق الكل نحاول نحفظهم بالطريقه هذيك. انا هنا راني استعملت الصناديق هذوما بعد ما عبيت يعني الحقكم تاع كل يوم. ان شاء الله تو نوريهولكم في الفيديو الجاي حقكم تاع كل يوم هذوكم هانم مليانين. وهذايا معناتها البلاكار نتاع المونه نجم معناتها نحلها كان مره في الاسبوع ولا في ال10 ايام، جست باش نملي هيك الحقوق الموجودين في البلاكار نتاع كل يوم تاع الكوزينه، معناتها مش كل يوم انا نحل نجبد من الصناديق هذوما. ان شاء الله تفهموني في الفيديو الجاي. جيت لهنا وعبيت الصناديق نتاعي الكل، معناتها كل البلاكار فرغتها من كل شيء، معناتها كيف نحل البلاكار نلقى كل حاجه موجوده في صندوقها. نظمتهم بالطريقه هذه، سهلت عليا راهو بالكدا. لهنايا لي بات المقارين هذه مانيش باش نحلهم على خاطر ما نستعملش معناتها مش كيما سباغيتي نستعمل ماركه واحده اللي هي رقم 2 نستعملها، يعني خذيت كونتيتي كبيره وحطيتها فم. نقول هنا كل مره نعمل موديل، مره نعمل هذيك بابيون، مره نعمل اكل مدوره، كل مره نعمل حاجه يعني مانيش باش نحلهم، باش نخليهم هكاكا معناتها كل 2 كيلو موديل وكهو ونحطهم في الصندوق نتاعهم. ستان هذايا باش نحط فيه هاك لي سوب، الانواع نتاع لي سوب الكل من الفريك حتى يشلك لسان عصفور، الاكل الشربات بصفه عامه الكل حطيتهم فم. حطيت معاهم هنايا الساشيت نتاع الملح
وش نسكرهم ونحطهم على جنب. واهم صندوق واحسن صندوق عجبني في الفيديو الكامل هو الصندوق هذايا. انا مغرومه برشا بالباتسوري وبالحلويات، وديما عندي الفانيليا والخميره، وديما وانا نجي نطيب جاتو ولا نعمل روسيت لازمني نمشي نشري، خاطر من نهار يعني خاطر بالحق كيف نحل بلاكار نحسها كي مخلبز، يعني قد ما نحاول ننظمه نحس انها مخلبز، نولي نقول نمشي نشري، اخاف لي ملي نبقى نفركس. كيف جبت لقيت عندي شيء لانه ولا بريمي، عملت الصندوق هذايا حطيت فيه معناتها لي فاني لي كريم الخميره لي كريم شانتيي لي بارفان الحاجات اللي نستحقهم الكل، باش كيف العاده كيما فهمتكم نجبد صندوقي نعرف اسكو عندي مثل فانيليا ولا ما عنديش. هنا بعد ما تهنيت من هذوكم جبت هذا ملفحات نتاع العام كامل، كنت حاططهم في سطول هكايا مدورين، كل حاجه نحط الكل في سطول مدوره. اما حسيت شدولي بلاصه كبيره في البلاكار نتاع المونه نتاعي، وليت كي جبت هيا قلت مره واحده نغربلهم خاطر بريسك عدى عليهم العام توا، نلقى شي سوسه نلقى شي حاجه الحق لاباس، خاطر البلاكار نتاعي مهوي ماهوش في الكوزينه ديريكت، يعني هكايا عندي كل منشر هكايا عامله فيه البلاكار هذا نتاع المونه. جبت عاودت غربلتك الملوخيه خاصه والفلفل المرحي والكل، وحطيتهم في صناديق كاري باش يسهلوا عليا. هذه البسيسه نتاع صنايع عملتها، حطيتها حتى هي في صندوق كاري. هذاك السطل نتاع الزعفران، ولهنايا سطول نتاع المونه نتاعي الكل بريسك تعبت. توا بقولي حاجات خفيفه هكايا كيما كالمعلبات هذوكم، بورتو راني ما نستعملش برشا المعلبات خاطر نخاف منها بصراحه، كلها مواد مصبره وفيها برشا ملح وبرشا سكر. اما الغالب بارفوا يلزمك تتلزو تعمل سيغتو ولا طماطم، راني قد ما نعمل معناتها طماطم في الدار ديما نبقى ناقصه، انا غالب ولفنا بالطماطم كونسونطري هذه، وليت جبت المعلبات هذوما باش جبت الصناديق هذوما المنظمات هذوما باش نعمل فيهم الحقق. صاي بعد ما حطيت الطن والطماطم والهريسه جبت الصندوق هذا حطيت فيه العقبات نتاعك هذاك مثلا فلفل اكحل، بعد ما رحيت منها شوي وحطيتها في الحقوق نتاع كل يوم بظل لي حطيتهم غادي. هذاك زعفران كمون اخضر زعتر كليل كما قلت لكم، بعد ما مليت الحكاكيت نتاع كل يوم اكلي فضل الكل معناتها الصندوق هذايا خاص باكل عشايب مثلا، اكلي ما اللي ديما تبدو نسين انهم عندكم ولا ما عندكم، مثل كمون اخضر كمون اكحل فاحم تاع خبز زعفران، اكل حاجات هذوكم الكل حطيتهم في صندوق مع بعضهم. وجبت هذوما كيما السطول كيما الحكك هكايا بالطول، حطيت فيهم البقول الجافه هذيك. لهنايا هذه الشلبه شريت كونتيتي بعد ما مليت نتاع كل يوم، غسلتها في الاول ونحيت لها كيس سلسول وشيحتها في الشمس، وبعد حطيتها في الكوشه جمرتها هكاك باش نتهنى منها تعقمت. مليت معناتها الحكاكيت نتاعي الكل، وتوا هذايا البلاكار اللي مسميتها انا بلاكار المونه باش نبدا ننظم فيه في الصناديق نتاعي. جيت عطيتها مسحه في الاول هكايا بالخل وبالكربوناتو باش كان فما عقاب بكتيريا ولا حاجه تتنحى، ومن بعد عطيتها هكايا مسحه باللاجاكس باش يبدا يلمع، وبديت ننظم به في الصناديق كما تشوفوا بالطريقه هذه. فهمت علاش قلت لكم راهم الصناديق الكاري سهلوا بالكدا خير من الرون شدوا لي بلاصه كبيره من غير حتى شيء، معناتها صناديق هكاكي في الحل ديريكت نعرف اش عندي وش ما عنديش. وتوا باش نهزكم للكوزينه باش نبدو ننظفوا فيها. بعد ما تهنيت من المونهس نتاعي صايي
توا باش نمشي نجبد هاك المعون نعاود نلمعه. الله غالب علينا احنا نساء رانا ما نستطعموا المناسبه، كان ما نجهدوا رواحنا ونتعبوا باش نستطعموا كل حاجه سواء عيد ولا مناسبه. الله غالب جبت هكا البولار نتاعي الكل هكا، حسيت لونه اشهب شويه بورتو نضيف، وحطيتها في اللافيسيل جوست خاطر هي تلمعهولي اكثر من العاده. حطيتها في اللافيسيل وباش نغسلها ونعاود نلمعهم ونرجعهم لبلاصتهم. وهذا البلاكار اللي كان فيه البولار الكل باش نجي نمسحه توا ونحط في بلاصته السيرفيس هذوما جست حبيت نبدل. هذوما زاد جبت غسلتهم في الاول ونشفتهم بالباهي وباش نحطهم في بلاصه الكوبيت. حاولت كل المعون الزايد عليا الكل حطيتهم في بلاكارات من لوطه، وحطيت كل الحاجات اللي باش نستحقهم في رمضان بركه باش ما يكثرش عليا الدهك والكل. عندي الكجار هذا زاد حاطه فيها كل الحاجات التراديسيونيل، الحاجات هذوما الفخار حطيتهم في الكجار، فما جبت زاد مسحتهم وغسلتهم ورجعتهم لبلاصتهم. وتوا جبت كيسانيات الدوري هذوكم تاع السهريات والركشات هذوما سونسيبل ياسر، مسحتهم جوست باللاجاكس وتوا باش نرجعهم لبلاصتهم. لهنا صاي اللافيسيل نتاعي صونت لي وصاي المعون نتاعي، شوفوا ما شاء الله كل اللمعه اللي فيه. توا باش نجي نرجع لبلاصته، بون مش بلاصته خاطر بلاصته حطيت فيهم السيرفيس نتاع الماكله، يعني باش توا هذوما حطيتهم في بلاصه الصحان. توا تفهموني بعد. كل موديل نتاع كوبيت عملت منه سيري. شفتوهم زوز يشبهوا لبعضهم. توا باش نمشي بعد ما تهنيت يعني من الفساد اللي ورايا، توا باش نمشي من قدام. جبت النحاس هذايا باش نلمعه بالبيير دارجون يرجع لي لقلقان كانه جديد. شوفوا هكايا لونه كيفاش اشهب شويه. بعد ما نغسل بالبيير دارجون يرجع ما شاء الله يلصف لصفان. اما يلزمك تنشفه بالوقت، ما يلزمش تخليه معناتها حتىش تكمل معونك الكل وبعد ترجع تنشفه هكاك تلقاه عمل الكوش بيضه كيما الكالكير ويشهب. يلزم تغسل تخليه شويه بعد تمسمس وديريكت تنشف. لهنا جبت هذايا الفخر هذايا نتاع طين زاده غسلته وباش نرجع كل حاجه لبلاصتها. ولهنا ما شاء الله بعد ما لمعتهم ونظفتهم وتهنيت من المعون نتاعي، توا باش نجي نعمل شويه جرانولا. بالنسبه للجرانولا عملت شوفين زراعه جرجلين ابيض بفراوه، لا مش بفراوه، زوزه ولوز ابيض وبستاش. هذوما اللي عندي في الدار عملتهم بالطبيعه مع شويه نتاع الفاكهه بنان. توا نوريهم لكم بعد. وجيت لهنا اللي غالب الفيديو تفسخ لي في الاول. لهنايا اللي في الاشوار هذه عندي تمر رنختها في شويه ماء سخون ورحيتها في الاشوار. لهنايا باش نجي نزيدها شويه زيت وباش نرحيه. هنا باش نعمل كعيبات نتاع رفيس بالكاكاو. صدقوني راهي بنينه برشا، وسختو الصغيرات اللي عندهم انيمي فيه الجو نتاع الكاكاو راهي تزبلعهم بالكدا تبين كانك تاكلي في بوله نتاع شوكولاته. لهنا بعد ما ترحى التمر هو والزيت بالكدا ولا لي بات باش نزيدها مغرفتين نتاع كاكاو. ماذا بيكم الكاكاو يبدا سون سكر. شوفوها كيفاش البات ولد كأنها بات متاع نوتيلا.
جيت لهنايا بديت نزيد لها في شويه جلجلان ابيض. نجمو تعملوا حتى جلجلان العادي، مي انايا اللي عندي في الدار كان الابيض هذايا، وليت عملت جلجلان الابيض. وفي نفس الوقت هذايا اللي قاعده نحرك انايا شديت مقله عملت فيها شويه نتاع سميد، ماهوش كسكسي، شويه نتاع سميد عملتها في مقله وحطيتها يتعرج شويه على نار ضعيفه، يعني يتحمر شويه على نار ضعيفه. وتوا بديت نصب فك السميد المعرج. شوفوا الكولور نتاعها كيفاش يبدا دوري، ماذا بيكم تعرجوه بالكدا باش ما ينفخكمش وما يعملش الغاز. شوفوا راهو في الاول البات نتاع الدقله هذيك تزيدوها الكاكاو وزيت باش تحسوها تلصق في اليدين، معناتها تبدا طريه. لهنايا كي زدتها السميد باش تبدا تتلم، معناتها باش نعجنها بدايه حتى كش نتحسن على بات هكايا تبدا تتلم، ما عادش تلصق في اليدين. ولهنايا بديت نكعبر في الكعيبات كيما شفتوا بالطريقه هذيك. نكعبر الكونتيتي اللي عندي الكل، وجبت صحن عملت فيه شويه جلجلان وشويه بيستاش وشويه كاكاو مع فيرميسيل تاع كاكاو، وباش نبدا نكركب فيهم في كل جو هكاكا لين تحصل على الكعبيرات المزيانين كيما شفتوهم بالطريقه هذه. وتوا باش نرجع للجرانولا نتاعي. الله غالب حسيتها حمارت شويه، غفلت عليها، تشديت في الكعابر نتاع التمر حسيت لونها غمقت شويه. هذيك صاي الجرانولا بعد ما جمرتها، فما شكون يزيدها يعني يحكحكها بالزيت والعسل ويحطها في الفور. نو انا حبيت هكايا هيلثي، حاجه تكون خفيفه. من بعد اللي يحب يزيد العسل يزيد من بعد ولا دبر راسه. جبت السحفه هذه عملت فيها بانان شايح، مشمش، كيوي، زبيب اكحل وزبيب اصفر. فما شكون يزيد زرعه كتان، يزيد بذور الشيا، كل واحد شنو يحب، كل واحد صغار كيفاش ياكلوا. لهنا صايي اكل القطع الكبيره نحاول نتفتفها بدايه، وباش نحرك المكونات الكل نتاع مع بعضهم. وصايي الجرانولا نتاعي حضرت. ولهنا الله غالب عملت زرير، والفيديو نتاع الزرير تفسخ لي الله غالب، هذاك حالي عندها صغار ويهزوا له تليفونه. لهنا عملت زرير هذايا نتاع بفريوه وجلجلان. نجي ديريكت ونملى الصحيفه هكاكا بالطريقه هذيك، وباش نزينها ونحطها معاهم اكوتي. وتوا التحضيرات نتاع السحور نتاعي والسهريه حضروا. عندي كوان هكايا في الكوزينه، غلفتها بالبابي هذاك نتاع الحجر، يعني باش تبان هكا تراديسيونيل شويه، وحطيت فيهم هكا القضيات نتاعي. هذوما الحكايه نتاع كل يوم حكيت لكم عليها. ومن ضمن الحاجات اللي حضرتها عملت شويه بردقان وعملت شويه سيترون. نتنجموا ترجعوا للقناه تلقوهم موجودين، فما برشا رساتات. ان شاء الله يا ربي تعجبكم القناه، وما تنسوش تعملوا لي لايك للقناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وميرسي بيان، وان شاء الله نتلاقوا في برشا فيديوهات اخرين سمحين. وان شاء الله تو نحاول نعود حتى كل اسبوع نهبط فيديو، كان خلوني صغاري. وان شاء الله رمضانكم مبروك وسنين دايما.